أهلا بيكم في مطبخ السعادة. هنتعلم نعمل النهاردة عجينة الرقاق الناشف بأسهل طريقة في البيت، والمقادير في آخر الفيديو. أول حاجة عندنا نص كيلو دقيق، هنبتدي نحط عليه الخميرة والسكر ورشة الملح ونقلبهم كويس قوي مع بعض. هنحط بس رشة خميرة صغيرة قوي، وبعد كده هنحط المية حوالي كوب إلا ربع مية، وممكن دي نوع وياخد اكتر من المية دي او اقل، فنعجنها لغاية ما تاخد معانا القوام المناسب. نبتدي نعجنها حوالي 10 دقايق، وفي الاخر العجينة بتكون بالشكل ده، بتكون ناشفة شوية وما بتلزقش في الايد. وبعد كده هنحطها في كيس بلاستيك او نغطيها ونسيبها ترتاح لمدة ساعة. وبعد كده هنفردها بالشكل ده ونقطعها لقطع متساوية، وتقريبا النص كيلو هياخد 6 قطع من الحجم ده او 7. وبعد كده هناخد قطعة قطعة، والباقي هنبتدي نشيله ونغطيه. كل ما نستعمل واحدة نطلعها والباقي نغطيه، ونبتدي نرش سطح الرخامة عندنا بالدقيق وبالنشابة دقيق وعلى العجينة، ونبتدي نفردها بالشكل ده. وهنفردها لغاية ما تاخد معانا الشكل ده، وبيكون حجمها بالشكل ده، مبتكونش تخينة نهائي زي ما حضراتكم شايفين. والتركة المهمة قوي عشان يطلعوا كل الرقاقات في حجم واحد، لو عايزينها مستطيلة هنجيب صينية مستطيلة ونحطها على العجينة، وباستخدام سكينة حامية هنبتدي نقطعها بالشكل ده. او ممكن نعملها مدورة، نحط اي حلة مدورة او اي طبق مدور ونبتدي بسكينة حامية نقطع حواليها، وبتكون بالشكل ده. والزوايد هنشيلها ونبتدي نعجنها من تاني، ونعمل كل الكمية اللي عندنا بالشكل ده. وبعد كده هنسخن الفرن على اعلى درجة ونسيبه يسخن حوالي 10 دقايق، وبعد كده نحط العجينة بتاعتنا في الصاجة من تحت خالص، وبتاخد حوالي 5 دقايق في الفرن. ما نسيبهاش كتير عشان ما تتحرقش، وهي بتطلع من الفرن طرية شوية، ولما بتقعد بتنشف بالشكل ده. اتمنى حضراتكم تجربوها وان شاء الله تعجبكم. بتمنى الفيديو يكون عجب حضراتكم، ولو عجبكم ما تنسوش لايك على الفيديو واشتراك في القناة، وممكن تتابعونا على مواقع التواصل موجودة أمام حضراتكم. وإلى اللقاء إن شاء الله في فيديوهات جديدة على مطبخ السعادة.